6 فنانات عرب أصلهم رجالة، واحد منهم اتحول عشان يحقق حلم الرقص. حنان الطويل واللي هي كوريا وميس انشراح زي ما اتعرفت واتشهرت في الأفلام، في الأصل كانت راجل واسمه طارق. كوريا أو طارق كانت أول ممثلة مصرية متحولة جنسيا. هي قالت إنها دايما كانت بتحس إنها غريبة عن عالم الرجالة. هو الناس بيشوفوها راجل، بس هي كل تصرفاتها كانت أنثى عكس مظهرها الذكوري. عشان كده قررت كوريا إنها تسافر برا مصر وتعمل عملية تحويل. هي تخيلت إنها بكده هترتاح من ثورتها الداخلية وانقسامها اللي هي عايشة جواه ونظرة المجتمع ليها، لكن في الحقيقة هي بعد العملية دخلت في دوامة من الاكتئاب ومعرفتش تخرج منها، لدرجة إنها ماتت جوه مصحة نفسية بعد ما عانت في حياتها. هيفاء ماجيك، عمرك سمعت إن في راجل نفسه يبقى هيفاء وهبي؟ لا، ويحلم كمان والحلم يتحقق؟ لو عمرك ما سمعت كده يبقى فايتك كتير، لأن صبحي قرر في يوم من الأيام إنه يتحول لأنثى. ومش كده وبس، ده قرر إنه يبقى نسخة طبق الأصل من هيفاء وهبي. وفعلا لو جيت قارنته بهيفاء هتقول فلة اتقسمت نصين. هيفاء ماجيك أو صبحي لما اتحولت ما كانتش مجرد بنت حلوة ولذيذة، لا، دي أصبحت المرجع الأول للبنات في عالم الموضة. ومش كده وبس، دي ربنا كرمها من كام يوم واتجوزت من ساري عربي، الممثلة الكويتية بشاير ممثلة من أصل كويتي. هي كانت راجل، رغم إن اللي يشوفها دلوقتي مستحيل يقول كده، ولو بنسبة 1% حتى. بشاير مش بتتكسف إنها متحولة جنسيا، وقالت أنا مش مكسوفة إني متحولة جنسيا، لأن اللي عملته لا عيب ولا حرام. أنا كل مظهري راجل بس كلي أنوثة، وده مش مجرد شعور داخلي، لأ، دي الفحوصات اللي قالت كده واكدت اني لازم اعمل العمليه دي. عشان كده انا اخدت خطوه العمليه وعمري ما هكون ندمان عليها في حياتي. سالي واحده من اوائل المصريات اللي عملوا عمليه التحول الجنسي، وبسبب خلفيتها التعليميه اخدت القرار ده بكل سلاسه. سالي او سيد قرر انه يعمل عمليه عشان يبقى بنت، وده حصل اثناء ما كان بيدرس في جامعه الازهر. وفعلا عمل سيد العمليه، ولان كان جواه طاقه انوثه مكبوته قرر انه يتجه لمجال الرقص. ومن بعدها عينك ما تشوف الا النور، ودخلت سالي او سيد يعني لعالم الراقصات المحترفات، وبدات ترقص في اكبر الفنادق، واسمها بقى ماركه مسجله في عالم الراقصات الشرقيات. رغد او سمير، فكره انها كانت راجل وتحولت زي ما اتقال لبنت، ده اثار جدل كبير جدا في مصر، خصوصا بعد ما طلعت مع احمد سعد في الفيديو كليب بتاعه وكلها انوثه. عشان كده تم المطالبه بمنعها من دخول مصر، وبرامج التوك شو اتكلمت عليها كتير، لكنها كدبت كل اللي اتقال وقدمت الاوراق الرسميه اللي بتثبت فيها انها انثى. ولما اتحكمت القضاء المصري حكم لصالحها وتم تبرئتها انها انثى. بس الموضوع مخلصش هنا، لان لسه محدش عارف حقيقتها، والاشاعات اللي ملحقها لحد النهارده انها ولد مش بنت. نور، الراقصة المغربية نور عملت عملية تحويل في سويسرا، لكنها فشلت في تغيير اسمها من نور الدين لنور بس، وده بسبب رفض حكومة المغرب تغيير الاسم، بالرغم من مرور حوالي 14 سنة على عملية تحويلها. بس نور ما همهاش الاسم ده مجرد شكليات، وقالت إنها اتحملت كتير عشان تخرج الأنثى اللي عاشت جواها طول طفولتها وتعمل منها إنسانة مشهورة في عالم الموضة، بعد ما اتولدت خنثى وعاشت في عذاب ضحية عيب خلقي ملهاش أي ذنب فيه. وبعد ما حكيت لكم عن أبرز المشاهير المتحولين جنسيا، يا ترى مين اتصدمتوا لما عرفتوا إنها كانت راجل؟